هكذا الاختلاط بين الرجال والنساء في المستشفيات، في المؤسسات، في الجامعات، في الأسواق، في كثير من الأماكن والبلدان تجد الاختلاط، وقل من ينكر ذلك. ربما رأيت بعينك الرجل والمرأة في غرفة واحدة، رجل يخلو بالمرأة في مكان العمل، في مكان الدراسة، فما ظنك ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟ ما ظنك إذا حصلت الخلوة برجل وامرأة بماذا يفكران؟ لا شك أنه يحصل التفكير بالرذيلة. لا تظن أنهما يتفكران في خلق السماوات والأرض في ذلك المكان، بل هو تفكير بمعصية الله سبحانه وتعالى. عباد الله، هذا المنكر صار فاشيا، صارت أرقام الجوالات متبادلة بين الرجال والنساء في كثير من بلدان أهل الإسلام. نعم عباد الله، فهذا من إشاعة الفواحش. إن المسلمين لما انهزموا في عصور مضت كان من أسباب ذلك الإشاعة بالفواحش وبالمنكرات. فقد ذكر المؤرخون أن سبب انهيار الأندلس وسقوطها أن أهلها كان شرب الخمر فيهم فاشيا، وهكذا التعلق بالمزامير وبالأغاني وبالقينات، فسقطت وذهبت تلك الدولة التي بذل أهل الإسلام جهودا عظيمة حتى فتحوها وحتى استولوا عليها. وهكذا حين استولى التتر على بلد الإسلام ذكر أن الملك راسل أمير الموصل أن يبعث إليه مغنيا، سمع أن مغنيا يحسن الغناء في ذلك البلد، فراسل أمير ذلك البلد أن يرسل إليه المغني، فوصله لاغ قبل أن يصل ذلك المغني. فإشاعة الفواحش عباد الله سبب عظيم من أسباب الهلاك، سبب عظيم من أسباب الانهيار. إنه من أعظم الأسلحة التي استعملها أعداء الله حتى استولوا على أهل الإسلام. نشروا فيهم الرذيلة، نشروا فيهم المواقع الإباحية، المجلات الهابطة. وقد ذكروا أن سبب استيلاء اليهود على النصارى أن نشروا فيهم الرذيلة حتى فسد النصارى، ثم اجتمع اليهود والنصارى على بث الرذائل في أهل الإسلام حتى حصل ما حصل من الضعف. فمن أسباب الانهيار إشاعة الفواحش، سبب للأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافنا. وقد رأيتم ورأينا من الأمراض الفتاكة، من الأمراض التي يموت بسببها الكثير. كل هذا من جراء إشاعة الفواحش وإعلانها